بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي. النهارده باذن الله هنعمل البسيمه سهله وبسيطه. هنعوز دقيق سومولينا، دقيق البسبوسه، ودقيق ابيض عادي. اول حاجه هنعملها هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل الشربات. الشربات عباره عن ايه؟ كوبايه سكر، عليها كوبايه ميه، عصير نص ليمونه، ونحطهم على النار يغلوا. ده الشربات. بعد كده هنجيب الخلاط ونيجي نبدأ نعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كده ونيجي هنا هنكسر بيضتين في قلب شفشق الخلاط كده. نكسر بيضتين وادي البيضة التانية، ونجيب فانيليا نفضيها عليه كده، ونحط يا دوب ريحة ملح بسيطة، يا دوب حاجة بسيطة جدا. ونحط نص كوباية سكر، عليها كده، ونضرب كل ده مع بعض. هنا بعد ما ضربناهم كويس هنفضي كوباية سمنة على زيت، كوباية سمنة على زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضربه كويس. حبايبي كوبايه السمنه على زيت ما كانتش مليانه، يعني اعتبر كوبايه الا ربع، علشان انا نسيت اقولها لكم ما تبقاش مليانه. اعملوها بنفس الكوبايات اللي احنا بنعاير بيها كله، كوبايه الا ربع مش كوبايه. هنا بقى هنجيب الزبادي برضو في نفس الكوبايه، نحط كوبايه زبادي نحطها ونكمل عليها بلبن. يعني فضيت علبة الزبادي وهكمل عليها بلبن حليب اهو، كوباية يعني. وبعد كده برضو هفضيها في قلب الشفشق، في قلب الشفشق الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده نركن الخليط بقى، ونيجي نعمل خليط دقيق مع دقيق البسبوسه. هنا يا حبايبي هنخل كوبايه دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط كوبايه دقيق البسبوسه، هنا يا حبايبي طبعا دخلت كوبايه دقيق ابيض،
كوباية دي بسبوسة، البسبوسة الخام اللي بتتباع سايبة، كوباية جوز الهند، باكو بيكنج باودر، معلقة نشا. هقلب بقى الخليط ده كله كده ببعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، اهم شيء تقلبوه كويس. اهم شيء في البسيمه جوز الهند، وطبعا جوز الهند تبقى خشنه مش ناعمه. بعد كده هنجيب الخليط اللي احنا عملناه، في حاجه هنعملها، هناخد شويه من الخليط اللي احنا عملناه علشان نشوف الحاجه السائله اللي احنا عملناها هتعوزهم، نحط كده بالتدريج كوبايه كوبايه. خدتهم وعايزه تاني نزود دقيق وبسبوسه. بسم الله، نحط شويه كده ونقلب. ان شاء الله هتاخدهم احطهم. نحط شويه من الخليط. هنحط الخليط كله، يبقى مقدارنا مظبوطه. شايفين يا حبايبي؟ هجيب الصينيه ادهنها سمنه ونفضيها ونشوف مع بعض. يا حبايبي دهنت الصينيه سمنه، هبدا افضي فيها الخليط اللي احنا عملناه. بصوا طبعا لما بيستاب بيشرب وبيبقى زي ما انتوا شايفين كده.
هنبل ايدينا ميه ونيجي بسم الله الرحمن الرحيم نفردها. طبعا انا عملت لكم مقدار صغير، انتوا عايزين تزودوا المقدار زودوا بنفس الطريقه وهتزودوه. نبل ايدينا بس ريحه ميه. بلة الايد ميه بتخلي لك البسيمه كده من فوق مستويه. طبعا انتوا بقى من فوق عايزين تزوقوها زوقوها، مش عايزين تخلوها ساده كده براحتكم. عايزين تحطوا عليها سوداني كده ممكن تبقى شكلها برضو حلو وجميل. عندكم عين جمل، عندكم فستق، اللي موجود عندكم، وهي كده جميله جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. هجيب شويه سوداني احطهم على الوش ونيجي نشوف مع بعض. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، جيت احط عليها سوداني، عيالي قالوا لي لا، واحفادي قالوا لي لا خليها ساده. يبقى هدخلها الفرن على شكلها كده. طبعا الفرن البوتاجاز لازم تكونوا مولعينه من قبليها، يكون سخن، وتروحوا حاطينها على الرف الوسطاني ومهدين النار. ليه بقى بنهدي النار؟ علشان الحاجه تستوي من جوه، ما تحمرش من بره ومن تحت، من فوق ومن تحت، ومن جوه تبقى نيه. لا، تستوي براحتها. وبعد ما تستوي هوريها لكم يا حبايبي. هنا الشربات يا حبايبي حطيت له معلقه عسل نحل. مفيش عسل نحل، معلقه عسل جلوكوز. مفيش خلاص، ولا ده ولا ده. وبعد كده هنحط عليه شويه ميه ورد. اللي ما بحبش ميه الورد يحط شويه فانيليا، يدي ريحه حلوه للحاجه. هنسيبها كده اهون على ما البسيمه تستوي ونيجي نسقيها. الشربات ما يبردش، الشربات يبقى سخن والبسيمه سخنه، تطلع نسقيها على طول. يعني احنا طفينا عليه دلوقتي يا دوب بس ايه يهدى من الغليان، بس هيبقى سخن في نفس الوقت. هنا يا حبايبي البسيمه بعد ما خلصت نبدا نسقيها من الشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما تطلع من الفرن والشربات سخن، مش مغلي، لا يعني ايه، تقدرش تمسكوه كده، تسيبوه يهدى شويه من الغليه وبعد كده تسقوا بيه البسيمه. سيبوها بقى تشرب وتبرد وبعد كده نقطعها. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي نبدأ نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده وبعد كده برضه هنسيبها لغايه ما تبرد لانها لسه سخنه، ونطلع كده ونشوف.
وادي يا حبايبي البسيمة بعد ما خلصت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جميلة جدا وطعمها جميل جدا، وبألف هنا اللي ياكلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.